إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. يا زياد قول بناشد العالم كله، بناشد كل ضمير حي يشوف يتفرج، انقذونا من حماس قبل اليهود، انقذونا من حماس قبل اليهود. هذول تجار في دمنا، كل يوم بتجروا في دمنا، كل ما نرجع منطقة برحلونا، كل ما نرجع منطقة برحلونا. هم اللي بدوا اليهود الفرصة يقدمونا. تفرجوا كيف أطفالنا ونسائنا في الشوارع. يا أمة عربية، يا أمة إسلامية، يا ضمير العالم، انقذونا من حماس قبل اليهود، انقذونا من حماس قبل اليهود، انقذونا من حماس قبل اليهود. شر الخليقة أشر من اليهود وأشر من النصارى وأشر من الملاحدة. الشيخ ولي يتعاطف معهم، وأشر من قطاع الطرق، وأشر من أهل المخدرات، وأشر كذا، لأنهم يجرمون ويلبسون جرائمهم الإسلام. صلى الله عليك. في ناس يتعاطف معهم هؤلاء جهال، وهؤلاء على خطر والعياذ بالله من العقوبة. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل اللجنة الدائمة واسألوا العلماء الأكابر يعلمونكم عنه إذا كنتم ما تعرفون. وإلا فالإنسان على الخطر، لأنه يعذب بعذابهم يوم القيامة، لأن المرء مع من أحب مع من تشبه به، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الإنسان في روضة المسجد وهو عدو لله ورسوله بسبب تعاطفه مع هؤلاء المجرمين القتلة الأفاكين الجناه على الشريعة وعلى الملة، الذين صدوا الناس عن الإسلام صدا لم تفعله قريش في جاهليتها وعلى شدة إيذاء أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعلوا أبدا. لو الإنسان عاقل ويعلم أن عضو في جسمه يحبهم ويميل إليهم يجب عليه قطعه وبتره حتى ينجو من النار. هذا الأمر اللي يبغى التفطن له. فالإنسان الذي يعمل بعلمه لله ويخاف الله أن يبتلى بهم ويسلطون عليه، والذي لا يعلم يسأل أهل العلم عمل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف تحب القتلة؟ كيف تحب الصادين عن سبيل الله؟ كيف تحب الخارجين على الملة؟ كيف تحب الخارجين عن المجتمعات اللي ما جروا لمجتمعات ظهروا فيها إلا الشر والخراب والدمار وإهلاك الحرث والنسل والفساد العظيم؟ سبحان الله سبحان الله. يا أخوان انتبهوا لهذا الموضوع خطير، مسألة دينه وين الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منهم ويشدد في شأنهم ويتوعدهم، والناس يوالونهم من وراء من تحت. وين الدين؟ فليراجع المرء دينه قبل ذلك، كله على خطر. إن لم يتوب ويتراجع ويستغفر ويكفر عن ذنبه فهو على خطر عظيم والعياذ بالله. مثل ما سمعتم، لو ان الانسان يعلم في جسمه عضو يميل اليهم يجب قطعه، لا يكون سببا في دخوله النار. والنبي صلى الله عليه وسلم توعدهم لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد، يعني ما ابقي منهم احد. كلاب النار شر من تحت الدين من السماء، شر الخليقه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. تحب هؤلاء انت او تظن هؤلاء كانوا فبانوا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منهم بطن. نسأل الله عز وجل أن يحمي الإسلام والمسلمين منهم من شرهم من شر كل أعداء الدين، فإنه سبحانه وتعالى كل شيء قدير والإجابة جدير. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.